تالتة ثانوي. أنا فاكرها كأنها امبارح، بسبب إنها كانت سنة من أصعب السنين اللي مرّت عليّا، سواء بقى ضغط نفسي، ضغط دراسة، مواد، خوف من النتيجة والامتحانات. لكن أنا عدّيت المرحلة دي وجاي أقول لك النهارده أنت كمان إزاي تعدّيها حتى لو فاضل 4 شهور بس. الفيديو ده مش هاقول لك كلام محفوظ، لأ أنا هاشارك معاك تجربة حقيقية أنا مرّيت بيها وإزاي أنا قدرت أعدّي المرحلة دي، وبإذن الله تستفاد من الفيديو ده. السنة دي كانت تحدي كبير بالنسبة لي، مواد كانت تقيلة زي الفيزيا أو الكيميا أو الرياضة اللي حرفيًا كانت 100 فرع. المواد دي كانت مرهقة دراسيًا، ومش بس دراسيًا لأ كمان على الجانب النفسي، بتحس إنك مش قادر تغطي على كل حاجة في المواد، لكن مع الوقت لقيت طريقة أتعامل بيها مع الضغط ده. أنا تقسيمة يومي كانت في البداية اللي أنا باصحى قبل الفجر بشوية، باذاكر، أصلي الفجر، بعد الفجر أفضل أذاكر برضه شوية لحد ما ييجي الصبح، بيبقى في بقى دروس مش عارف إيه، أروح الدروس، أرجع آكل، أنام ساعتين، أقوم أكمل وهكذا. ما كانش في حرفيًا أي وقت لنفسي، هو ده كان الجانب المؤذي نفسيًا. وفي دخول شهر 1 أو 2 على ما أتذكر، حسيت اللي أنا خلاص جِبت آخري، خلاص ما عُدتش قادر أذاكر، ما عادش ليّا نِفْس أذاكر حرفيًا، خلاص. خلاص يعني جِبت آخري. كنت مضغوط بصراحة وزي ما قُلت لك ما ليش نِفْس أذاكر، فقررت أعمل حاجة كده مختلفة شوية. أنا و2 صحابي، الله يمسيهم بالخير يعني، أخدنا بعضنا ورُحنا مدينة جنبنا كده كان فيها بحر وكده، قعدنا فيها يومين. بعيدًا بقى عن المذاكرة، بعيدًا عن كل حاجة. التغيير ده طبعًا خلّاني لمّا أرجع يبقى يكون عندي نِفْس أذاكر، في طاقة كده فاهم، عِلَت سيكا. حَل نَفْسي كويس، بس ما كانش لوحده كفاية عشان كان فاضل حوالي 4 شهور على الامتحانات، كُنّا خلاص وصلنا شهر 2. لازم خطة كويسة أمشي بيها، سواء بقى تنظّم لي حياتي، تنظّم الفترة الباقية. فتعالَ هاقول لك أنا عملت إيه. المهم الخطة دي بقى كانت عاملة إزاي، كنت أول حاجة ركّزت إن أنا أراجع أول بأول. وتاني حاجة بدأت أحل امتحانات، وتالت حاجة ودي كانت أهم حاجة عملتها، اللي أنا حددت الفروع اللي أنا واقع فيها أو اللي محتاجة فعلًا أشد فيها جامد وأراجع فيها على كل اللي فات. ودي كانت بالنسبة لي خطة كويسة، بس برضه مش كفاية، لازم خطة بقى يومية تنظم لي كل اللي أنا قُلته ده. الخطة بقى اليومية كانت متقسمة كالتالي، كنت باخد في اليوم 3 مواد، مادة صعبة تمام، ومادة أنا باحبها، ومادة كنت محتاج أراجع فيها مثلًا باب، فاهم؟ كنت بابدأ اليوم اللي هو قبل الفجر بالمادة اللي أنا باحبها، عشان دي تفتح نفسي، عشان تضبّط لي باقي اليوم، وخلاص بعد ما كنت أروح الدروس وأرجع وأضبّط نفسي، أبدأ بقى بالمادة الصعبة، وبالليل أراجع أي فرع من أي مادة زي ما قُلت لك أنا واقع فيها، وهكذا فضلت ماشي كل يوم. وده بصراحة كان بيخلّيني منظّم، وحسيت فعلًا اللي هي فرقت معايا، وبدأت الأمور توضح قدّامي، وبدأت تتحسّن مع الوقت. أنا بقى عايز أقول لك حاجة، إن الضغط كده موجود، والتعب طبيعي في أي مرحلة. فاللي أنا عايز أقوله، اللي هيغيّر كل ده هو أنت. ركّز على كل يوم لوحده، ما تقارنش بالله عليك نَفْسك بحد. فُكّك بقى اللي عمّال يقول لك هو خلّص المواد كلّها من شهر 9، من بداية السنة أصلًا، ما لكش دعوة بيه، فاهم؟ ركّز على نَفْسك، قارن نَفْسك النهارده بإمبارح. أنت إمبارح ما كنتش عارف أي حاجة، لأ النهارده أنا باتحسّن وبدأت عارف أنا واقع في إيه فاهم؟ أنت خلّيك مع حالك، فاهم؟ طول ما أنت مع حالك ومش شاغل نَفْسك بحد، أنت هتوصل اللي أنت عاوزه. السنة دي كده صعبة، أنا عارف والله أنت قدّها، وأي تعب هتحطّه النهارده كده هتشوف نتيجته بعدين. صدقني النتيجة تستاهل، وفرحة أهلك تستاهل. كده هيكون خلص فيديو النهارده، أنا عارف اللي هو فيديو صغير شوية، بس أتمنى فعلًا تكون استفدت منّه. وده والله يفرحني بجد. أنا في كذا حد أصلًا في الكومنتات طلب منّي الفيديو ده، فأنا قُلت أصوّره، وبإذن الله مش هيكون آخر فيديو. فأنت اعمل اللي عليك، ودلوقتي روح كمّل بقى مذاكرة. ربنا يوفقكم كلّكم وتوصلوا للي أنتم عايزينه، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.